اللي خلت الجمهور استاذن لأن الجماعات في المدرسة مش عارف أقول إيه. ماشي الحال إن شاء الله. حديثنا اليوم عن الإعلام بالحرية والالتزام. كلنا عارفين إن حركة الإعلام لها أهمية كبيرة، وعشان كده سلطنا الضوء كأسر ثقافة المنصورة على هذا العنوان أو على وزارة كبيرة زي وزارة الإعلام وما لها من أهمية في تغيير المجتمع أو السياسة سواء سلبا أو إيجابا، فكان لزاما علينا أن نتحدث في هذا الموضوع. أسر الثقافة حابب أقول بس إن هو فاتح أبوابه لكل الناس ولكل الاتجاهات ولا حجر على آراء، فنحن جميعا حياديين تجاه الرأي والرأي الآخر. ومع الدكتور ثروت علي الديب لإدارة هذه الندوة، فليتفضل. السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. طبعا بنشكر الأستاذ الفاضل أسامة حمدي مدير قصر ثقافة المنصورة، طبعا وهو علم من أعلام الدقهلية في نشر الثقافة والإعلام في هذه المحافظة الكبيرة اللي بتعد مركز ثقافي أو مجتمع ثقافي بحكم إن هي أنجبت كثير من المثقفين والمفكرين على مدى التاريخ في مصر. طبعا بنشكر أيضا الأستاذة سهام زكي مديرة العلاقات العامة بقصر الثقافة. ونبدأ الندوة أولا بالشكر للطلاب الحاضرون، يعني طال العدد، ولكن احنا برضه يعني نعتذر عن بسبب ظروف طارئة. ونبدأ في إدارة الندوة بالأستاذ دكتور مهدي القصاص، أستاذ علم الاجتماع في جامعة المنصورة، وله هذا الأستاذ الفاضل العديد من المؤلفات والكتب المعنية بدراسة المسؤولية الاجتماعية في علم الاجتماع وغيره من الموضوعات الأخرى. الدكتور مهدي القصاص أيضا له كثير من الأنشطة الثقافية والاجتماعية بمحافظة الدقهلية، وهو أيضا له العديد من الأنشطة في مجال الخدمة الاجتماعية. طبعا أيضا بتشاركنا في الحضور الأستاذة الدكتورة أسماء الجيوشي، وهي أستاذة في علم الإعلام وأيضا المسؤولة بالمركز الإعلامي بجامعة المنصورة، وهي أيضا لها العديد من الأنشطة سواء العلمية أو الإعلامية في كثير من المجالات، حتى أيضا في مجال الفضائيات فهي لها العديد من الندوات والبرامج الخاصة بالإعلام والمجتمع. الموضوع النهارده موضوع مهم جدا، موضوع بيتكلم عن الإعلام بين الحرية والمسؤولية الاجتماعية. وبما أننا بنتكلم عن الإعلام والحرية والمسؤولية الاجتماعية، نعلم أن الإعلام يحتاج إلى كثير من الموضوعية، وأيضا يحتاج إلى الشفافية والمكاشفة، وأيضا تحديد المسؤولية الاجتماعية. سوف يتحدث إلينا أولا الأستاذ دكتور مهدي القصاص،
استدعى الاجتماع بكلية الآداب جامعة المنصورة لنتناول معه ونتناقش معه حول قضية من قضايا المجتمع وهي الإعلام بين الحرية والمسؤولية الاجتماعية. فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الشكر الجزيل لقصر ثقافة المنصورة ممثلا في الأستاذ أسامة والأستاذ سهام. الشكر الجزيل لتقديم من الأستاذ الدكتور ثروت الدين. شكرا لزميلتي الأستاذة الدكتورة أسماء الجيوش الإعلامية الواعدة الصحيحة إن شاء الله، نتمنى لها مستقبل رائع. الموضوع النهارده أعتقد من الموضوعات المهمة، لأن النهارده كلنا بنشوف الإعلام زي ما كان يعرف، زي ما اتعلمنا زمان إن هو مرآة بتعكس المجتمع، ولكن أعتقد هذه المقولة دلوقتي ما عادتش موجودة، بل الإعلام هو الذي يسير المجتمع. أول كان الإعلام عاكس لكل ما يحدث داخل المجتمع، النهارده العكس صحيح. بنجد إن الإعلام الإلكتروني على سبيل المثال هو اللي بيوجه المجتمع من خلال الفيسبوك وتويتر والأشياء المختلفة الناس بتتناولها على صفحاتها الخاصة، وبالتالي هنا بيتطلب مننا وضع القيود المهنية. مش هقول القيود الرسمية، لأن القيود الرسمية ما عادتش هي الصورة الأساسية، لأن الإعلام النهارده منفتح من خلال فضائيات، من خلال المقروء المسموع المرئي، وبالتالي الحدث بيحدث في أي مكان في العالم وبنلاقيه في كل مكان في العالم في نفس الوقت، بل بالعكس ان الحدث اما بيعرض التعليقات اللي بتيجي عليه او التفاسير المختلفه ليه الاجتماعيه كل واحد من خلال المجال السياسي او الاقتصادي او الاعلامي اللي هي بتختلف باختلاف الثقافه وباختلاف الخلفيه الاجتماعيه والثقافيه لكل شخص على حده، وده بيتطلب مننا قيود مرتبطه بالمهنه زي بنسميها شرف المهنه. زي أول هذه القيود أعتقد الصدق. أنا حطيت هنا 5 قيود أساسية. هي الصدق، لأن طبعا الحرية ليست إن أنا كل إنسان حر، ولكن حريتي دي بتقف عند حدود حرية الآخرين، ولذلك الحرية هي حقوق وواجبات زي ما بيتكفلها الدستور والمواقيت الدولية. فحقوق بمعنى أن الإنسان له حق في المعرفة، حق في إن هو يعرض الحقيقة، حق في إن هو يحترم خصوصية الآخر، وفي نفس الوقت عليه واجبات إن هو لازم يعرضها بمهنية وموضوعية بعيدا عن أي شيء من الذاتية. فالصدق يعد من أهم الأخلاقيات المنوط بها القيام بالنسبة للعمل الإعلامي، وده بيتطلب منه إن هو يعرض الموضوع بشفافية، يعرض الموضوع دون تدخل، يعرض الموضوع الإعلامي وفيه نوع من المسؤولية تجاه أخلاقيات المجتمع وعاداته وتقاليده، لأن هناك بعض الموضوعات اللي ممكن قراءتها بزوايا مختلفة، ولذلك لازم الإعلام يكون حريص، لازم يكون بيحترم الكرامة الإنسانية، ودي تعتبر العنصر الثاني في أخلاقيات المهنة. يحترم الكرامة الإنسانية الشخص اللي قدامه ويحترم خصوصيته، وحينما يناقش موضوع ما خاصة الموضوعات العامة إذا كان هو شخصية عامة، يبقى لازم يراعي إن هو بيخاطب جماهير المجتمع في القضية العامة مش في خصوصيات هذا الشخص أو ذات، وده بيتطلب منه نوع من الموضوعية في عرضه للمفاهيم بتاعته وفي عرضه للقضية دون ذاتية أو دون تحيز أو لطرف دون آخر، ولكن هو يعرض القضية بتاعته بموضوعية ويسيب التفسير أو يترك التفسيرات الأخرى كل إنسان يفهمها بالطريقة التي تناسبه. السياسي بيفسرها بالطريقة التي تناسبه، الاقتصادي بيفسرها بالطريقة التي تناسبه، ولكن هو لا يفرض على الجماهير بتاعته أو على الجمهور المستهدف منه، لكنه يضع عملية تقريرية فقط، إن هو بينقل الحدث فينقله بموضوعية، ينقله بأمانة، ينقله بما لا يخدش حياة المجتمع والحفاظ عليه، ودي تتمثل في أعلى درجات الحرية في عملية الإعلام، ينقله بمسؤولية، ودي الموضوع الأساسي في موضوعنا، إن هو يكون بيضع نفسه مكان الآخر، وإذا كان لم يتحقق له بالوثائق الرسمية والمصادر، فلا نطالبه بالكشف عن مصادره لأن احنا مش جاي للتحقيق، ولكن على الأقل تحرر الدقة في ما ينشره أو في
فيما يقوله من خلال المنبر الاعلامي اللي هو بيتولاه، يبقى معنى كده ايه؟ معنى كده مش ان هو يحقق له سبق بحيث ان هو هذا السبق يضر بالاخرين، لا، لازم يتاكد من الموضوع ولازم يكون الموضوع حقيقي، ومن هنا تكون الحريه مسؤوليه في نفس الوقت، لانه بتفرض عليه قيود خاصه بالمهنه وقيود خاصه ب أهمية هذا الحدث بالنسبة للمجتمع، خاصة أما تكون في وقت الأزمات، لأن في وقت الأزمات بتلاقي الشائعات، ودي طريقة من طرق اللي بيتناولها بعض الإعلاميين أو بعض القنوات، ولذلك هنا بتفقد مصداقيتها وهي بتظل فترة ما ربما محط أنظار البعض، ولكن ما بتدومش كتير، ولذلك المجتمع بيكشف زي في مثل هذه الأشياء، وده بيتطلب منه نقطة أخرى وهي الأمانة في عرضه للقضايا الأساسية بالنسبة لموضوع اللي هو بيعرضه أيا كان هذا الموضوع، وهنا بيتطلب منه شفافية، بيتطلب منه موضوعية، بيتطلب منه الحفاظ على خصوصية واحترام الكرامة الإنسانية، بيتطلب منه صدق. دي كلها مجموعة قواعد وأصول متعارف عليها بين أصحاب المهنة الواحدة بحيث تكون مراعاة وتحافظ على المهنة وشرفها، لأن الإعلام النهاردة يمثل يعد هو الأساس النهاردة في تشكيل قيم المجتمعية، في تشكيل الرأي العام، في توجيهه، وبالتالي ده بيفرض على الإعلام أن يكون موضوعيا وأن يكون عارضا للأشياء بصورة فيها نوع من الحيادية الكاملة، ومفيش حاجة حيادية كاملة في العلم والنقد، دايما مفيش حيادية كاملة، ولكن قدر الاستطاعة الإنسان يكون موضوعي، وتأتي الحيادية لأن الإنسان الذاتية بتاعته لأنها بتأتي بالخلفية الاجتماعية والثقافية والتعليمية، وبالتالي بتنعكس دون أن يدري ولكن أعتقد علشان يصل إلى هذه الموضوعية فأن يعرض الحدث بموضوعية أو بشفافية كما هو دون أن يعطي تفسيرات لهذا الحدث. وأعتقد أما يكون عنده الدلائل والقرائن من خلال الصور ومن خلال التسجيلات لهذا الحدث بالكاميرا، أعتقد في الحالة دي تكون أفضل صورة للموضوعية. ويمكن أذكر مثال من الأمثلة اللي كانت صورة ربما تعد شارحة لهذا الموضوع، وريك قد إيه إن تفسير الإنسان للعملية للإعلام أو للصورة الإعلامية بيختلف من شخص لآخر حسب ذاتية هذا الشخص. كان في حدث في مدينة نيويورك. الحدث ده كان عبارة عن كان بحاول يهاجم طفلة، وفي نفس الوقت أما حاول يهاجم هذه الطفلة البوليس واقف يتفرج ومش عارف يعمل له ايه، وكاد ان يفتك بهذه الطفلة، فشال قفز الى هذا الكلب، والمهم تعامل معاه والكلب مات على اثارها والطفلة تم انقاذها. فالمهم فالبوليس شاف هذا المشهد فجه قال له ان شاء الله بكره في الاعلام هننزل صورة كبيرة لك ونقول شاب امريكي من مدينة نيويورك قتل كلبا وانقذ طفلا. قال له بس انا مش من نيويورك. قال له خلاص هنقول شاب امريكي قتل كلبا وانقذ طفلا. قال له انا مش من امريكا. قال له امال انت منين؟ قال له انا من مصر. فقال له يبقى شاب ارهابي مسلم قتل كلبا بريئا. فبيوريك قد ايه التفسير بتاع الباحث هنا عنده حريه في التفسير، ولكن ما عندوش مسؤوليه في عرض حتى الصوره وتفسيرها بالصوره الاساسيه. فموريك قد ايه موقف زي ده يخلي الانسان الاعلام ازاي بيأثر في المجتمع وفي رأي المجتمع. ولذلك هنا بيتطلب من اهم الاعمال او من اهم الادوات اللي هو ممكن يستخدمها ويكون اعلامي ناجح ان هو يكون صادق وامين في عرضه للحدث. اعتقد ديت من اهم الاشياء اللي بتميز القيم الاساسيه اللي تخلي عندي اعلامي ناجح. واترك المجال لزميلتي الدكتوره اسماء فتحي. شكرا للاستاذ الدكتور مهدي قصاص على التركيز الشديد على القضايا الاساسيه اللي تتعلق باعلام وحريه
والمسؤولية الاجتماعية. طبعا الدكتور مهدي أفاض في بعض الكثير من الموضوعات حول الإعلام وانعكاسه على المجتمع، باعتبار أن الإعلام هو مرآة المجتمع. ركز على قضية الإعلام الإلكتروني، وأصبح هو النهارده هو المسيطر على الفضائيات. أيضا تناول موضوع الإعلام والحقوق والواجبات، تكلم عن دور الإعلام والمصداقية في الصورة الإعلامية. أيضا تناول الإعلام وعلاقته بالأخلاقيات المهنة، وعرض كثير من القضايا تتعلق بالموضوعية ومكافحة الشائعات، يعني بنسميها الشائعات المضللة. أيضا تناول موضوع مهم حول الإعلام والصورة الإعلامية والتزييف للوقائع أو الحقائق الموجودة في المجتمع، وأعطانا نموذج عن هذا التزييف اللي كان موجود في الصورة اللي قدمها لنا في أمريكا. الآن جاء دور الأستاذة الدكتورة أسماء البلوشي لنتناول أو نسمع منها ما يمكن أن تضيفه لنا حول دور الإعلام في إدارة بين الحرية والمسؤولية الاجتماعية وبين الالتزام. وبالتالي هنا سوف نسمع كثير، والدكتورة أسماء زي ما قلنا قبل كده هي لها دور. عليكم السلام. طبعا مرحبا بالاستاذ حامد مدير عام، الاستاذ حسن مدير عام الثقافه في التقهير. اهلا بك. طبعا جاء دور الدكتوره اسماء نسمع منها المحاضره ان شاء الله تكون قيمه. اتفضل. وجه خالص الشكر والتقدير لقصر ثقافة المنصورة، الأستاذ حسن والأستاذ أسامة ومدام سهام والأستاذ القدير الأستاذ الفاضل مدير الندوة الأستاذ الدكتور ثروت الديب وزميلي الفاضل الأستاذ الدكتور مهدي القصاص. من خلال احتكاكي بالواقع العملي في البيئة الإعلامية في القنوات الفضائية، وجدت الكثير من أصابع الاتهام اللي بتوجه دايما للبرامج التوك شو على وجه الخصوص، وأنها عبارة عن برامج للتحريض على العنف والتحريض على الفتنة وانقسام المجتمع، وأنها دائما ما تكون عبارة عن بالونة اختبار لكل شائعة جديدة. حقيقة واقع العمل خلف الكاميرات هناك تأثير كبير جدا لمن يملكون القناة، وهم من يوجهون سياساتها التحريرية ومن يعملون على توجيه أيديولوجياتها الفكرية لكي يكون هناك ما يسمى بالإعلانات، ده من خلال تأثير رأس المال. هناك أيضا القنوات الأخرى من القنوات الرسمية اللي بتحاول دائما أن تتلون باللون الذي تلبسه الإدارة. عندما تلبس الإدارة جلابية تصبح لون البرامج بنفس اللون، عندما تتحول الإدارة إلى موديل بتلبس جرافات بتبقى البرامج سموكن بالظبط. اللي بيحصل تحديدا إن في تأثير للملكية، لأنها هي من تدفع لإنتاج المضمون البرامجي. يعني كل من يحاول أن يبتعد عن الآراء الفكرية أو الآراء المهنية لكي يصل في النهاية إلى جمهور محدد هو الجمهور المستهدف اللي بيتم من خلاله تسويق الرزق، واللي بيتم من خلال بعض القنوات الأخرى أن هو يكون يا إما تابع يا إما داعم يا إما مجند في مرحلة معينة قد تصل في بعض الأحيان إلى درجة التشويش الفكري على الجمهور. الحقيقة هي أولى ضحايا الحرب النفسية الإعلامية التي تمارس من خلال ما يسمى بهامش الحرية المؤقت والحالي والمزيد من الدعوات للحريات بلا حدود. عندما تكون الحرية هي مرادف للفوضى تصبح الأخلاق هي أول من يلقى في أول سلة مهمات، لأن الموضوعية الإعلامية تعني ببساطة كن بلا ضمير وكن بلا أخلاق، ولكن اتبع القواعد المهنية الإعلامية التي تتمثل في القيم الإخبارية، التي تتمثل في معايير الموضوعية، التي تتمثل في الحيادية في الآراء، التي تتمثل في الدقة واستقصاء المصدر الأساسي للخبر. لا تكن متبعا لفكرك، ولكن كن متبعا للأهداف والأساليب العلمية التي تستقي من خلالها الخبر. أعرض الحقيقة من كل جوانبها
ناقش وحلل، اطرح وجهة نظرك، ولكن اترك فرصة لكي تطرح معها وجهات نظر الآخرين. فالحقيقة ليست ملكا لأحد، ولا يوجد على وجه الأرض ما يسمى بالمسلمات. الحقيقة الواحدة التي يمكن أن تكون بمنظور واحد هي الحقيقة التي يتم إما تضليلها أو تشويهها أو حجبها وتعتمها عن الجمهور. عندما تنظر إلى الكوب من مكان واحد، من زاوية واحدة، ربما تراه بشكل، وعندما تنظر من جهة أخرى تراه بشكل آخر. ربما لو نظرت من أعلى تجده فارغا، وإن نظرت من أسفل تجده مملوءا إلى آخره. أين الحقيقة في كل ذلك؟ هناك ما يسمى بالعناصر التنبيه الوجداني والعقلي داخل الصورة التلفزيونية تحديدا، وهي الأكثر تأثيرا في عقل المشاهد. هذه العناصر تتمثل في الصورة، في اللون، في مدة العرض، في شكل اللقطات، في أنواع الشخصيات التي تندرج بداخلها، حتى في أنواع الأماكن والخلفيات المعرفية والخلفيات المرئية التي يمكن أن تكون موجودة في الصورة. عندما يحدث ما يسمى بفلاش الكاميرا تجاه كل متلقي، عندما فقط يصل إلى لا وعي المواطن ما يسمى بأبجديات وإيمانيات بعكس المعتقدات التي يمكن أن تكون في الواقع. جميعنا نشاهد الخبر بشكل واحد وصورة واحدة، عندما يكون فقط يبث على الهواء مباشرة لكي نصل إلى حقيقة. عندما ينتهي ويصبح برنامجا إخباريا مسجلا ثم يطرح إلى برنامجا اجتماعيا يتم التحليل والتعليق عليه، أولا سنجد اختزال في المادة الفيلمية التي تم عرضها بالكامل، وبالتالي هذا له مضمونه وله معناه. عندما أركز على جملة معينة أو أقتص بعض الجمل وأعلق عليها، أو أقتص بعض المشاهد وأركب عليها جملا أخرى، فأنا في هذه الحالة أعمل ما يسمى بإيحاء المضمون النفسي للمواطن لكي يتبنى فكرة معينة ويرفض جميع الأفكار الأخرى. عندما تكون الحرية الإعلامية مصدرا أساسيا لكي يتم تجنيد فكري لبعض الأفراد أو التيارات أو الأحزاب على حساب أحزاب أخرى، عندها يصبح الإعلام مسيسا بالدرجة الأولى. بعد أن كان مسيسا اقتصاديا يصبح مسيسا فكريا ومسيسا اجتماعيا. في هذه الحالة لم يكن الإعلام حقيقة هو الأداة التي يمكن أن يعبر بها الشعب عن مطالبه، عن أهدافه، عن أحلامه، عن رؤاه، عما يتمنى أن يكون عليه المجتمع. رؤية جديدة أخرى سوف يختلف عليها الإعلام مرة أخرى عندما يصبح ملكا للدولة، أو يصبح ملكا لتيار معين، أو يصبح ملكا لمؤسسة مالية اقتصادية، عندها سوف يخدم سيده. الإعلام كأي مؤسسة أخرى عندما تملك تحكم، وعندما تتحرر تصبح لها بعدا آخر كبيرا بعيدا عن كل الاتهامات والترهات التي يمكن أن تصل إليها مثل هذا التفضيل الإعلامي. أخيرا أود أن أشير إلى أن المسؤولية الاجتماعية الحقيقية للإعلام تكمن أولا في أن قبل أن نتهمه أعطيه حقوقه، فأيضا المؤسسات الإعلامية ومن خلال واقع فعلي تعاني من عدم وصول إلى مصدر المعلومة الأساسي، لابد أن يحصل لها الدستور ذلك. فعندما تريد من الإعلام أن يطرح معلومة إعلامية حقيقية من مصدرها، لابد أن تتيح له الاطلاع على المستندات والوثائق السرية، لابد أن تتيح له مصادر معلومات من وزارات وهيئات ومؤسسات تحترم المصادر الإعلامية وتتعاون معها على أعلى مستوى. فلا يمكن على الإطلاق أن تطلب منه معلومة هو لا يستطيع الوصول إليها أو يجرم أو يصنف، فهذا يمكن أن نتاح له المعلومة وهذا مغضوب عليه فلن نتعاون معه. عندها يصبح البديل الآخر إما الافتراء أو الاختلاط أو التشويه أو الابتعاد عن المصادر الأصلية للمعلومة ومحاولة أن تكون هناك مصادر بديلة. وكثيرا ما علينا من المصادر المجهولة، المصادر غير المنتسبة لجهتها، المصادر التي ربما تحاول أن تخلق لنفسها منطقا إعلاميا لكي تظهر إلى الأضواء حتى من خلال الأكاذيب. وفي هذه الحالة لا تلام الوسيلة الإعلامية فقط لأنها تعاونت مع المصدر، ولكن لأنها أيضا لم تدقق في صحة هذا المصدر. أيضا من حق الإعلاميين أن يكون لهم حقوقا كما أن عليهم واجبات. لابد أن نكفل لهم حرية فكرية واستقلال مادي ومعنوي بعيدا عن المؤسسات الإعلامية، لأن بلا ضمير وبلا شرف وبلا أخلاق هذه المهنة سوف يصبح الإعلامي بلا رؤية حقيقية، سوف يصبح مجرد رقما في مؤسسة
مثله مثل أي مؤسسة مدنية أخرى، ربما لن يختلف ألف عن ب عن د، 1 عن 100 عن مليون. كل هذه الأعداد سوف تصبح مجرد منظومة إعلامية مختلفة. لن يصبح في هذه الحالة هناك علامة بارزة في تاريخ المجتمع يستطيع من خلاله أن يوجه آراءه وأفكاره، لأن الرؤية الفكرية للمجتمع لا تنبع من القاعدة العامة الشعبية، ولكن تنبع من خلال النخبة المتفوقة المتميزة التي تستطيع توجيه الرأي العام. تتمثل هذه النخبة في الوسائل الإعلام ومن يتعاون معهم ومن يتم اختياره لكي ينير فكر هذه الأمة. أخيرا، على الإعلام أن يكون أداة فاعلة في المجتمع، لا أن يكون أداة هدامة، ويجب أن يكون ضمن نسيج المجتمع الواحد، لا أن يكون بعيدا عن هذا النسيج أو كائنا غريبا يفرض وجهات نظره أو يفرض رؤاه، لأنه في النهاية كل كائن غريب يتم لمسه من المجتمع. شكرا للأستاذة الدكتورة أسماء اليوشي على المحاضرة الجميلة والموضوعات التي طرحت في هذه الندوة. طبعا الدكتورة أسماء حاولت إن هي تدينا نبذات سريعة أو بنقول عليها طلقات كده إعلامية حول العمل الإعلامي في برامج التوك شو، طبعا كيف بتؤثر على المجتمع. اتكلمت أيضا عن الإعلانات وتأثيرها، أيضا اتكلمت على الفرق بين القنوات الرسمية والقنوات اللي هي بنقول عليها الخاصة. تناولت أيضا موضوع تسويق البرامج والتشويش الفكري وهامش الحرية، واتكلمت أيضا حول الحرية كمرادف للفوضى وأمر طبعا مرفوض. اتكلمت على كثير من القضايا تتعلق بعناصر الأساسية في بنية الإعلام في المجتمع. طبعا لما بنستخلص هذا العبارات من سواء من أستاذنا الدكتور مهدي القصاص والأستاذة الدكتورة أسماء اليوشي، بنصل إلى إن إحنا هنحتاج إلى مجموعة أسس أو اعتبارات أساسية لمواجهة مثل هذه القضايا اللي تتعلق بالإعلام بين الحرية والالتزام. طبعا لما بنتكلم عن الحرية والالتزام إذا نحتاج إلى موضوعية. نستخلص إحنا العبارات من الأساتذة إن إحنا الإعلام يحتاج إلى موضوعية. زي ما إحنا بنشوف النهارده هناك تزييف في الرأي العام، هناك توجهات خاصة سواء بقى تيجي بشكل ديني أو بشكل حزبي. طبعا التوجهات دي عملت لنا بعض زي ما بيقولوا كده تشويش في أفكار، وخاصة في أفكار الشباب وصغار الشباب، وده اللي احنا بنشوفه نتيجة عدم وجود رؤية أو موضوعية. أيضا أصبح هناك نحتاج إلى شفافية. الإعلام أصبح بيعاني من الشفافية. هناك برضو تعتيم على الآراء وتعتيم على الأفكار، وفي توجهات النهارده بدأت تظهر بحيث انها تؤثر على الشفافية في البرامج الإعلامية. أيضا المكاشفة والمحاسبة. النهارده مفيش حد بيحاسب حد ولا حد بيكشف يقول لك أنت بتعمل إيه، كل واحد عاوز يعمل حاجة. يمكن شفنا البرامج الأخيرة بتاعت سوري باسم ده كيف خرب المجتمع بصورة، وخاصة الجيش بتاعنا الجيش المصري اللي هو خير جند عاوز يعني يسيء بشكل مؤاخذة قذر ان عشان يعني يكسب كام دولار ولا كام ريال من المعاملات فبالتالي ده كله يحتاج ان احنا ايضا لابد ان يكون الاعلام وراه محاسبه. كل من يخطأ يحاسب. وبالتالي احنا طبعا بنشكر الاستاذ الدكتور مهدي القصاص على القرعه الجميله اللي اضافها لنا في الندوه، والاستاذه الدكتوره اسماء اليوشي. وطبعا اذا كان في هناك حوار ايضا بيتفضل الاستاذ حسن لو كان ليه اي توجه اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بشكر الساده المحاضرين على ان وضعوا لنا من بعض التوجيهات في الاعلام المصري او الاعلام عموما. بس انا باخد على الاعلام يعني بعض الملاحظات. الاعلام اصبح فيه دلوقتي يعني حاجه غير مصداقيه لبعض الاعلاميين اللي هم بيتلونوا بوجود الحاكم او الرئاسه او السلطه. يعني احنا مثلا في خلال عهد مبارك موجود اعلاميين لسه على الساحه لغايه دلوقتي
من عهد مبارك وعهد الحكم العسكر وعهد مرسي وعهد الحال اللي احنا حاليا فيه دلوقتي. نجد ان هم تلونوا في كل فتره بنوع جلابيه زي ما قالت الدكتوره اسماء، بنوع جلابيه اللي بيلبسها الحاكم. وهذا ادى فعلا لعدم مصداقيه هؤلاء الاعلاميين. طالما بيتلون بتلون الجلابيه اللي بيلبسها الحاكم او السلطه، اصبحوا غير مصداقيين واصبح فيه عدم ثقه فيه او في الكلام اللي هم بيقولوه للناس. حريه الاعلام اصبحت دلوقتي، يعني مش معنى حريه الاعلام ان انا اضر بالامن القومي الوطني. حريه الاعلام لازم يكون لها معايير معينه او معايير مهنيه معينه، بحيث ان انا اعمل او اقول ماده علميه ما تضرش بالامن القومي للبلد. يعني احنا مثلا بنلاقي الاعلام الغربي، عمرنا ما سمعنا الاعلام الغربي يشوه في صوره بلد، او يشوه في الجيش بتاع بلد، او يشوه في الرئاسه بتاع البلد. احنا في مصر هنا اصبح كل شيء مباح عندنا، بنشوه في كل الناس وفي كل القيادات وفي كل اي شيء بنشوه فيه. يعني اصبح دلوقتي الاعلام بتاعنا احنا اللي بنشوه صورتنا بنفسنا. يعني المفروض يبقى فيه معايير معينه او معايير مهنيه معينه، بحيث ان الامن القومي ده يكون خط احمر، بحيث ان القوم ما تضروش. لان احنا دلوقتي اصبحنا دلوقتي في عالم يقول لك كل واحد حر يقول اللي هو عاوزه. لا، مش كل واحد حر يقول اللي هو عاوزه، لازم يبقى فيه معايير معينه وخطوط حمراء لكل شيء. اي نعم، لازم يبقى فيه مكاشفه لبعض الفساد اللي بيحصل في البلد، ده شيء موجود، ده شيء معروف. واحد افسد في مكان ما لازم اطلعه واقول ان ده افسد ومصارحه، لكن كل ان انا اضر بالامن القومي بتاع بلدي ده غلط. يعني امريكا بتتجسس على العالم كله ورغم ذلك ما حدش قال لها حاجه بتعمل كده ليه؟ الاعلام الامريكي ما قالش لاش انت سكت للامن القومي بتاعه، بالعكس ده بيقولوا الان التجسس ده انقذ الولايات المتحده من عمليات كتير جدا، ورغم ان ده غلط قانونا على مستوى العالم. ورغم ذلك برضه احنا برضه عندنا هنا بنشوه صوره اي حد، يعني سواء وطني سواء يعني الحزب الوطني مش كله وحش، في ناس كويسين في الحزب الوطني. الاخوان المسلمين مش كلهم وحشين، في ناس من الاخوان المسلمين كويسين جدا. مش كل الناس وحشين، الناس اللي موجودين دلوقتي برضه ساعه مش كلهم حلوين، في برضه ناس وحشين فيهم برضه مش كلهم حلوين. يعني لازم برضه نفرق بين الصح وبين الغلط، ولازم الاعلام بتاعنا يفرق بين الكلام ده، ولازم يبقى فيه ميثاق شرف او معايير معينه للاعلام. هو دي بس اللي حبيت اقوله عشان برضه نوضح الرؤيه للناس اللي موجودين معانا، واشكركم جميعا. شكرا استاذ حسن. طبعا بنسمح للطلاب طبعا ان هم رايهم النهارده هو اهم من دلوقتي بالاعلام. يعني انا الصراحه بفتح التلفزيون، انا ما عادش بحب افتح السياسه لان كل حاجه بتتكلم عن السياسه. يعني انا احب مثلا ان انا كبنت او مواطن او اي حد احب ان انا مثلا ما اشوفش حاجه غير مظاهرات، ناس بتضرب بعض، ده مش متفق مع راي التاني. طب ليه ما في حاجات كويسه جدا بتتعمل في نفس برضو البلد ديت بس ما بتتعرضش ليه؟ يعني انها ممكن تبقى حاجه كويسه جدا. ممكن يعني الشاب ده او الطالب اللي يشوف مثلا ان شاب مثلا ساعد كلب مثلا لو حصل هنا، ليه ما بيتعرفش مثلا شاب ساعد طفله؟ ممكن الشاب مثلا لو شاف مثلا ست عجوزه ماشيه في الشارع وعربيه تيجي هيساعدها، وبرده ينزع عنه وينزع عن الناس دي. الشاب حتى يعني الشباب دلوقتي اللي هو المفروض العنصر الاساسي في الدوله، المفروض دلوقتي ان هو يبقى اكتر طموحا واكتر امل واكتر كده. الشاب دلوقتي عاد منعدم امل بسبب اللي بيحصل، وكل قناه يفتحها يلاقي فيها مظاهرات يقول خلاص انا هنزل اعمل مظاهره، مش عاجبني حاجه في البلد هنزل اعمل مظاهره عليه. طب ليه؟ ما انت ممكن تغير حاجه كويسه جدا في الدوله تخليها احلى. يعني مثلا في اكتر من مشاريع عندنا في المدرسه، اكتر من بنت عامله كذا مشروع ممكن يخلي مصر ديت من الدول المتقدمه جدا. ليه ما بتنفذش؟ ليه بننفذ بس الاراء السياسيه فقط؟ طب ما في عندنا اراء ثقافيه، اراء اجتماعيه، في اراء ثانيه. يعني ليه الدوله كلها مركزه على الراي السياسي؟ يعني السياسه بس. يعني احنا لو ركزنا على الحاجه دي الناس هتستمر. حتى لو الشخص المواطن قاعد يسمع عن السياسه 24 ساعه هيقول لا ده احنا كل حاجه دلوقتي بتتكلم في السياسه، انا عايز اعمل ثوره هنزل معاهم، كل الناس هتنزل. طب انت بدل ما تنزل تعمل ثوره انزل غير حاجه في البلد، اعمل مثلا المشروع اللي انت كنت عايز تحلم بيه اعمله. ده بس رايي. شكرا زينة، شكرا جزيلا. هي دلوقتي بتعمل سبوت وبتعمل تركيز على ان كل وسائل الاعلام بتركز على الجانب السياسي فقط، والمجتمع ما هوش سياسي فقط، ولكن المجتمع هو كل ما يهم الانسان من جوانب اجتماعيه واقتصاديه وثقافيه الى اخر ذلك من الجوانب. وده تفكير جميل من الشباب ان هو النظره الاحاديه للجانب على الاشياء السياسيه ده خطا.
وهي كده بتفكرني بالمقولة الفلسفية ان الناس بتنظر للكوباية من الجانب الجزء الفارغ فقط، ولكن لا، انا ممكن انظر لها من زوايا متعددة زي ما اشارت الاستاذة الدكتورة اسماء، ان هي ممكن تنظر لها من فوق ومن تحت ومن زوايا مختلفة هتديك صورة افضل. ولذلك يجب على الاعلاميين زي ما حضرتك قلت كده ان هي ما تركزش على جانب واحد، ولكن تضع كل الجوانب بالنسبة لها، ودي الموضوعية اللي احنا اتكلمنا عنها، ان كل الجوانب بتمثل نفس الثقل النسبي لكل القضايا الموجودة في المجتمع. في تركيز الى حد ما على الجوانب السياسية، ولكن ما يبقاش بهذه الصورة. شكرا ليكي على هذه. اتفضل. اولا انا دايما عندي الامل في ان بكره هيبقى احلى لكل الشباب، بدليل ان ثوره 25 يناير قامت على اكتاف الشباب، وبالتالي هناك دايما الحلم والامل والطموح. لكن انا بس حابه اوضح نقطه مهنيه اعلاميه، ان مساله ترتيب الاولويات والاجنده في اختيار الموضوعات من بيتبع لجزئيه في سياسه القناه، وفي نفس الوقت بيتبع في مساله احتياجات الجمهور. في دايما نقطة بتحصل بينها عدم توازن في الإعلام، اللي هي مسألة احتياجات ورغبات الجمهور. هو يرغب أن يرى الصراع والإثارة والدم والمشاكل والسياسة وكل ما يتم شد انتباهه به، الجاذبية الإعلامية. وهناك الاحتياجات التي تتحدث عنها الآن، اللي هي مسألة الاحتياجات الاجتماعية والقدوة الإنسانية والموضوعات البناءة والإنتاج الاقتصادي وإعادة عجلة التنمية. هذه احتياجات لابد أن دائما عندما يكون هناك إعلام ناجح كإعلام البي بي سي او اعلام الاوفكوم او اعلام فرانس 24، الاعلام العالمي دائما ينتصر الى ما يريده وما يحتاجه وليس ما يرغب به المشاهد. انا كده راح اتعلم في الجامعه، ما هو اسمه ان الطالب جاي يتعلم ولسه جاي بنشكر الطلاب ايضا. في النهايه بنشكر والاستاذه الدكتوره اسماء. عن نفسي انا عارفه بلاحظ ان دلوقتي الشخصيه الاعلاميه بتحب ان هي توصل معلوماتها، انا بلاحظ كده، بس معلوماتها شخصيه مديه. يعني انا مثلا ببقى اكون قاعده، انا ليس انتمي لاي احزاب سياسيه ولا ليا فكر كده، بس انا لما باجي مثلا اتفرج، انا بس بحب اتفرج على الاخبار، اشوف اللي بيحصل في بلدي، بس عموما ان انا مش هحب اشوف مثلا الشخصيه الاعلاميه تقول فكره بطريقه لا تلق، لا تلق بشخصيه كبيره او صغيره او حتى شاب عموما. يعني اللي يقول رايه بكل وضوح وبكل كل حاجه، يعني حاجه كويسه، طريقه كويسه، مش طريقه مثلا ندخل فيها زعيق وتعصب في رايها. ليه ممكن مثلا الشخصيه ممكن تقول رايها بكل وضوح وكل يعني حاجه كويسه من غير ما تدخل فيها تعصب؟ لان الشخص اللي يشوف مثلا المواطن اللي يشوف التعصب الاعلامي ده ممكن يخلي اللي قدامه اصلا يكره ان هو يتفرج على قناه تقريبا. معاك يعني بيقولوا عليك لماحه يعني، وفيك ذكاء اجتماعي، وممكن ان شاء الله هيبقى لك مستقبل كويس، وان شاء الله هيكون في الاعلام برضه عند الدكتوره اسماء. شكلك يعني ان تفيد كل حاجه. اتفضل استاذ. يعني استفسار بسيط عن الوضع الحالي في الاعلام عندنا دلوقتي. انا برضه زينا برضه لسه وجهات سياسيه، يعني في الغالب كنا قايدين اللي مش مع البلد ومستحكم عليه دلوقتي، كان بيتكلم وينتقد. احنا عشان كنا يعني جينا في الوقت بدا يتكلم فيه، كنا بدانا نكره الاخوان، معظم اللي بدات تكره السياسه العامه اللي موجوده مع الاشخاص، بدانا واقفين على الكلام بيقولوا ما كانش حد معترض. لا دلوقتي مش بالصوره. ايوه انا مع حضرتك، هو في صوره فاكره سياسه قلنا بس بعد كده بس برضه اقول لك حاجه، الصوره لو انت شفت الحلقه الاخيره دي، ايوه انا بتكلم مع حضرتك، هو يعني هي كانت في صوره فاكره شويه في الاسلوب بتاع التوضيح، بس الناس كانوا معترضه ان هو بيجيب سيره الجيش وما بيجيبش سيره الجيش. ليه؟ مش ولا بيتكلم على الوضع ده، بيتكلم عن ستات مصر. ايوه ما هو انا مع حضرتك ان هو انت مش انترستات الموضوع. ايوه انا مع حضرتك دخلنا الجيش كله ما ينفعش. يبقى في برضه اصل هو بيتكلم على رمز مش المقصود هو ده الجيش كله. فاهم؟ يعني يعجبك جايب الولد اللي نايم على السرير وده منظر ده؟ لا يعني انت يعجبك يا راجل، يعني راجل قاعد في البيت وبناتك معاك وست معاك، هل ده منظر يعني تقول لي ده اعلام؟ انا فاهم مع حضرتك ان هو حاجه فاكر ان هو الدور هو يعمل ايه، لكن ان انا اعرض عامه على برنامج الراجل فقط الوضع. لا احنا بنتكلم على الصوره اللي قدامنا، الصوره طريقه المحاضره مختلفه، لكن وبعدين النهارده يطلع بيتكلم على الجيش او على الرئيس الموجود، كل ما تجيب يعني انت عاوز يطلع ستات مصر كلها غلطه اللي كانوا مسؤولين بيحكوا في الوقت ده. يعني هو غلطه الاخوان برضه انا اقول ما وقفوش البرنامج، ما وقفوش البرنامج ليه؟ لا
بيعجبك واحد الصوره اللي جينا عليها. طبعا احنا بنشكر الاستاذ حسن مدير عام ثقافه التقهليه، والاستاذ اسامه حمدي مدير قصر الثقافه. ايضا بنشكر الاخت الفاضله ويعني صديقه قسم الاجتماع والاعلام الاستاذه سهام زكي مديره العلاقات العامه بقصر الثقافه. بنشكر الطلاب، بنشكر المشرفين، وبنشكر الاعلام اللي جاء معانا النهارده الاستاذ طارق. كل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا احنا عندهم